هو كريستيانو رونالدو لمسها ولا ما لمسهاش؟ كريستيانو بيثير الجدل في كاس العالم في اول هدف ليه في ماتش البرتغال مع الاوروجواي في كاس العالم. قرر كريستيانو ان هو يثير الجدل كالعاده، واحتفل كريستيانو بالهدف، وبعد كل ده ما اتحسبش ليه اصلا لان الكوره ما لمستهوش. لكن طلع كريستيانو في الاخر وقال ان هو لمس الكوره وهو اللي غير اتجاهها وكمان سرعه لعبها. وبعديها خرجت كل الاستوديوهات التحليليه والصحف وبتحلل صوره كريستيانو بس. تخيل صوره شعر كريستيانو كانت ترند في العالم كله. انت متخيل كريستيانو عمل ايه في العالم كله؟ خلى العالم كله والسوشيال ميديا كلها تتكلم عن شعره. لكن هنرجع تاني لموضوعنا، وهو موضوع كريستيانو لمسها ولا لا. كريستيانو بنفسه قال لمستها، ومنتخب البرتغال قال ان كريستيانو لمسها. الفيفا شايفه ان هو ما لمسهاش. طب الفيفا نفسها والشركه المصنعه للكوره قالت ايه؟ المهم ان الكوره جواها جهاز مستشعر، يعني اي لمسه للكوره بتبان جوه الكوره وبتدي صوت لان في جواها مايك. والشركه المصنعه بقى للكوره اللي هي شركه اديداس قالت ان هم خرجوا التسجيل من جوه الكوره لحظه لمس كريستيانو الكوره، وما كانش فيه اي صوت للكوره. يعني الشركه صاحبه الكوره قالت ان الكوره بتاعتنا محدش لمسها في الوقت ده. وبرضه بعد كل ده في ناس قالت ان شركه اديداس هي المنافسه للشركه الراعيه بتاعت كريستيانو اللي هي نايكي، فشركتين بينافسوا بعض. والشركه صاحبه الكوره قالت ان كريستيانو ما لمسش الكوره. قام جاي الاتحاد البرتغالي بنفسه هيقدم شكوى للفيفا ان كريستيانو لمس الكوره وبكل الصور الموجوده في السوشيال ميديا. لكن في الاخر احب اعرف رايك انت ايه، ورايي انا شخصيا ان كريستيانو لمس الكوره، لان الكوره جايه من عند برونو فرنانديز بتلف بشكل معين او بسرعه معينه. وقت ما كريستيانو لمسها سرعه الدوران بتاعه الكوره اتغيرت تماما، وكمان اتجاه الكوره اتغير وسرعه الكوره اتغيرت. يبقى ازاي ما لمسهاش والكوره نفسها بتجري بشكل معين اتغير اول ما كريستيانو لمسها؟ وفي النهايه ما تنساش تعمل الاشتراك الحلو بتاعك عشان يجيلك كل جديد في قناه هادي مو وكل الفيديوهات في المقص.